لخبطت في الاكل وعكيت كتير والدنيا باظت منك وعايز ترجع تاني للدايت او لاسلوب حياتك الصحي، تعمل ايه بقى؟ اولا مادام اكلت واستمتعت باكلك ما تبصش وراك. ثانيا زود معدل حركتك اكتر من المعتاد بتاعك، وكمان زود شرب الميه اكتر من المعتاد بتاعك عشان نخلص الجسم من احتباس الاملاح والميه الزايده اللي حصلت من اللخبطه في الاكل. اوعى تجوع نفسك وتحسس جسمك انك بتعاقبه، بس تقدر تعمل صيام متقطع. وعشان تعمل الصيام ده بنجاح لازم تكون شبعان كويس قوي قبله، وتشرب اثناء ما انت صايم الصيام المتقطع ده ميه كتير جدا. مش كده وبس، وكمان في اكلك بعد اللخبطه بكذا يوم قلل الكربوهيدرات شويه وزود البروتين، عشان لو زودت كربوهيدرات كتير قوي هيزود احتباس الميه. اما لما هتزود البروتين اكتر من المعتاد بتاعك شويه الجسم هيستهلك طاقه كتير عشان يحرق البروتين ده. ومش معنى كلامي ابدا ان انت تخاف تاكل كربوهيدرات بعد اللخبطه. كل كربوهيدرات بس بكميات بسيطه، وحاول ان هي تكون كربوهيدرات صحيه معقده، بلاش دقيق ابيض وبلاش سكريات كتير. كل الناس بتلخبط، مفيش حد مثالي قوي كده يعني. عادي لخبط، ظبط الدنيا وارجع تاني كمل هدفك وحافظ على صحتك. اكتب لي بتعمل ايه لما بتلخبط في الاكل.